ازيكم؟ وصفة النهاردة أنا بلجأ ليها لما بكون مستعجلة وعايزة أحضر غدا ما ياخدش مني وقت كتير، وفي نفس الوقت يكون طبق رئيسي ويبان إن هو فخم ومشبع. هنعمل مع بعض النهاردة طبق كفتة داوود باشا بطريقة سهلة قوي. هي بتتحضر بكذا طريقة بس أنا هوريكم طريقتي البسيطة وإن شاء الله تعجبكم. أنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهون، ومعايا كمان بصلاية كبيرة تكون مبشورة أو مفرومة ناعم بميتها. أنا ما صفيتش ميتها ولا أي حاجة، بس أهم حاجة إن هي تكون متقطعة ناعم. والتوابل اللي هستخدمها نص معلقة صغيرة من القرفة ونص معلقة صغيرة من الملح ورشة فلفل أسود ورشة بابريكا وكمان 7 بهارات أو توابل لحم. هي دي بس البهارات اللي أنا هستخدمها. جبت بولة غويطة وضفت فيها اللحمة وضفت عليها على طول البصل، وزي ما أكدت عليكم إن هو مبشور ناعم أو متقطع صغير، وضفت التوابل. وطبعا أهم حاجة في التوابل القرفة، وهي حاجة أساسية جدا في كفتة داوود باشا، بتدي طعم وريحة حلوة جدا. وطبعا هتحسوا كده إن اللحمة احمرت شوية، ده من البابريكا، هتدي كده لون حلو وطعم مميز قوي. هاعجن اللحمة كويس قوي لغاية ما الأنسجة بتاعتها كلها يعني تتفتت كده وتحسوا إن هي بقت كورة واحدة لمت على بعضها. وبعد كده هبتدي إن أنا أشكلها. أنا جبت صينية كبيرة كده مسطحة، وحطيت عليها معلقة من الدقيق، وهبتدي أعمل الكفتة كور وأدحرجها كده في الدقيق عشان تاخد تعفيرة بسيطة كده في الدقيق. يعني مش بحط دقيق كتير وغطسه فيها والكلام ده، لا خالص، هي معلقة واحدة وهدي الكفتة تعفيرة بسيطة من الدقيق. طبعا ممكن تشكلوها كور او تشكلوها صوابع، يعني الاشكال دي اتحكموا فيها زي ما يعجبكم، بس انا عملتها كورة كده بحجم الليمونة الكبيرة او البيضة. بعد ما خلصت الكمية كلها هدحرج كده الصينية او ههزها كده بحيث ان اللحمة تاخد تعفيرة بسيطة من الدقيق وما تشيلش دقيق كتير. طبعًا ده هيساعدنا إن الكفتة تفضل متماسكة، والكفتة كمان تحسّوا إن هي يعني مش ناشفة أو مش متغلفة بغلاف، يعني إحنا مش هنعملها بانيه، لأ هي تعفيرة بسيطة. وبعد كده دخّلتها التلاجة لمدة 30 دقيقة، لو مستعجلين عليها ممكن تدخّلوها 10 دقايق في الفريزر عشان تتماسك. طبعًا لمّا بندخّلها التلاجة بتحسّوا إن هي تماسكت واستريّحت، يعني اللحمة مش سخنة كده وناعمة، لأ بتمسك مع بعض أو بتتشمّع، بحيث إن أنا لمّا أحطها على النار ما تفكش مني أو تتفتفت وأنا باقلبها. طبعًا جبت wok غويطة أو طاسة أو حلة أيًا كان أنتِ هتسويها في إيه، وحطيتها على النار وحطيت معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، وبعد كده نزّلت فيها الكفتة، بس طبعًا لازم تكون الطاسة سخنت كويس أوي، ودي معلومة مهمة جدًا. هانزّلها كده تاخد وشّين، يعني هي ما بتاخدش أي وقت خالص، 5 دقايق بالضبط وهتلاقوها خدت لون دهبي كده حلو، وهابتدي أطلّعها. طبعًا ممكن تستخدموا زيت بس أو زبدة بس، يعني أي مادة دهنية تنفع، بس أنا حطيت زيت وسمنة عشان يعني تعمل طعم كده وريحة وتعمل طعم غني يعني. أهو بُصّوا هي بتتلوّن بسرعة، ابتديت إن أنا أقلّبها على الناحية التانية لغاية ما خدت اللون اللي أنتم شايفينه ده. هابتدي بقى إن أنا أطلّعها كده على ورق نشّاف. بُصّوا ولا لزقت ولا فكِّت ولا أي حاجة. وبعد كده في نفس الwok، طبعًا أنا ما غسلتهاش ولا طفيت النار ولا أي حاجة، في نفس الwok كده مكان الدهون اللي نزلت من اللحمة والفتافيت اللي أنتم شايفينها دي، حطيت معلقة من التوم المفروم، طبعًا بيدّي طعم وريحة حلوة جدًا، ومكان كمان الدهون اللي في الطاسة دي بتبقى هي أساس الوصفة أو البهاريز كده زي ما بيقولوا. قلّبت التومة كده شوّحتها كويس أوي مع الدهون يعني، ومش هاستنى لمّا اللون يعني بتاع التوم يتغيّر، لأ أنا هاحط عليه على طول معلقة من صلصة الطماطم،
او يعني معلقتين، طبعا ضيفوا الكميه اللي تحبوها، بس انا حطيت معلقتين كده من صلصه الطماطم عشان لو في اي مواد حافظه او حاجه فيها تطلع او تطير يعني من التشويح اللي انا حطيته. وكنت مجهزه نص لتر من عصير الطماطم، طبعا مصفياه من البذر والقشر كويس قوي، وضفته على الصلصه، وهسيبها بقى تاخد غلوه كده بسيطه مع نفسها، بحيث ان كل حاجه كده تاخد من طعم بعض وتتقل وتعمل البقبقه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هبتدي بقى ان انا انزل فيها كفته داوود باشا، بس لما ابهرها الاول. طبعا انا هضيف البهارات هي اللي انا ضفتها على اللحمه، لو تفتكروها هي الملح والفلفل والقرفه والسبع بهارات وكمان البابريكا. طبعا البهارات دي مع الثوم هتدي طعم كويس جدا جدا. في ناس بيحبوا يعملوها بالبصل، طبعا دي اذواق زي ما تحبوا، بس بالبصل انا بحس ان هي يعني قلبت على طبيخ شويه، او كاننا بنعمل اي نوع من الخضار. لا، احنا عايزين طعم كده يعني مميز شويه، او صوص الطماطم يبقى مميز شويه. فجربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا، الطعم والريحه بجد ممتازه جدا. اخر حاجه بقى رجعت الكفته تاني في صلصه الطماطم او في صوص الطماطم ده، وهسيبها كده تاخد يعني من الطماطم تكمل سواها. هي مش هتاخد وقت خالص، يعني هنزلها كمان 5 دقايق وهتاخد كده من طعم الطماطم، وخلاص على كده هطفي عليها واقدمها. طبعا الطبق ده بيكون حلو قوي في الغدا لو مستعجله. ممكن كمان في أي عزومة تقدّميه، بيبان إن هو فخم كده وشيك وإن هو متعوب عليه يعني، رغم إن هو يعني عايزة أقول لكم إن هو ما خدش أي وقت ولا أي مجهود، وسريع جدًا. بُصّوا تحسّوا كده إن الصوص تقيل وماسك نَفْسه كده، وكِوَر اللحم كمان شكلها حلو جدًا. بعد كده بقى غرفتها في الطبق، وطبعًا ممكن تقدّميها مع مكرونة سباجيتي، ممكن تقدّميها مع رز أبيض، حلوة جدًا. ممكن كمان في ناس بتحب تعملها ساندويتشات، بتكون حلوة أوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهاستنى رأيكم في التعليقات، يعني قولوا لي إيه رأيكم في الفيديوهات اللي باقدّمها، أو لو حد ليه أي طلب نِفْسه إن أنا أقدّمه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وهارُد عليكم إن شاء الله. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك تشيروا الفيديو ده، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.